المرة الألف المشكلة دي بلاقيها باستمرار، بيبقى حد جاي يعمل سيرفيس عادي يغير بوجيهات، تيجي تسأله على الزيت، الميعاد الزيت لسه ما جاش وما عندوش أي علم إن عربيته ماشية بدون نقطة زيت. يعني المقاس بيلمع في الزيت في العربية. فهستأذنك علشان ما تحصلش معاك مشكلة زي دي تراجع على المية وكمان الزيت. طيب بيتقاسوا ازاي؟ اهم حاجه العربيه تكون بارده، تمام، وتدوس هنا ما تلاقيش ضغط، تقوم فاتح الغطا دون، وحذاري تفتح الغطا ده والعربيه سخنه. تفتح الغطا كده بالراحه وتبص على مستوى الميه، تمام، تمام كده زي الفل، كده في ميه. بترجع تقفل الغطا تاني وتأكد، بتدوس كده لتحت وتقفل يمين، تتأكد ان هو مقفول للآخر. كمان بتراجع على المستوى بتاع الميه، وفي كلمه اف فول هنا، لازم يكون مستوى فوقيه. لو بيزيد عندك بتبقى العربيه فيها جوان، وش سلندر او الغطا ده بايظ، تمام. ولو بيقل بيبقى فيه تسريب للميه. كمان بتراجع هنا وهنا. طيب مقاس الزيت بيتقاس ازاي؟ مقاس الزيت يا سيدي بيتقاس بالطريقه دي، بيبقى هنا كده في الاف وفي اللو، تمام. ومن المفترض يبقى في البوينت داون. لما بتيجي تغير زيت، يعني لو موتور زي ده جي دي اي، بتلاقيه طبيعي جدا بيستهلك من الزيت حاجه بسيطه، تلاقيه واقف في الحته دي كده بالظبط تحت الاف بحاجه بسيطه. ده مش معناه ان الموتور فيه مشكله، عشان ناس كتيره بيختلط عليها الامر، تبقى فاكره ان كده العربيه بتاكل زيت. لا، ده الطبيعي اصلا بتاع الجي دي اي، بتلاقي الزيت بيبقى في الحته دي كده، تمام. اوكي. هتراجع العربيه تكون في مستوى مظبوط، يعني العربية تكون في مستوى الأرض، مش عالي مش واطي، على أرض مستوية، وتنزل مقاس الزيت للآخر. وبعد كده ترفع، ويكون معاك منديل تمسح وتقيس من جديد. هنا العربية فيها الزيت، تمام. فبتلاقيه عند الفول، عند البوينت ده كده.